السلام عليكم يا سنة أولى، وحشتوني جدا جدا. أتمنى تبقوا بخير. النهاردة بإذن الله جايين نعمل إيه؟ النهاردة جايين نلم الوحدة التانية كلها، وحدة الفيزياء اللي كلها عقد، اللي كلها وجع دماغ بالنسبة لك، بس هي حرفيا أسهل مما أنت تتخيل. تمام؟ النهاردة بإذن الله مش هنسيب كلمة في الوحدة التانية غير لما نعدي عليها ونشرحها بالتفصيل. طبعا طلبة المنصة فهي حاليا بتفنش منهج، فانا بستسمحك وعارفه ان الموضوع تقيل عليك، عايزك تفنش معايا منهج هنا ونبدا نراجع هنا على الوحده الثانيه، وبكده يبقى انت معاك مراجعه الوحده الاولى ومراجعه الوحده الثانيه ومراجعه الشهر. طيب تمام، الباقي هينزل لك خلال الفترات الجايه، المهم بس انت تتابع القناه، وهينزل لك باذن الله خلال فيديوهين تاني هينزل لك ايه، مراجعه الثالثه ومراجعه الرابعه. وباذن الله على قد ما هقدر هحاول ان انا مش هسيب كلمه كشرح او كحل او الكلام ده كله. طيب لو احنا عايزين نحل برضو، فانت تحل من كتاب الامتحان، وهتلاقي برضو في فيديوهات حل اصلا على القناه، في دروس لسه ما نزلهاش الحل بتاعها، فدي هناخدها مع ايه، مع المراجعه الفتره الجايه باذن الله. وزي ما هنعمل مراجعات شرح هنعمل معسكرات حل. المهم بس طول بالك معانا وطول نفسك كده وشد حيلك. خلاص بقى احنا يعتبر بننهي السنة، فان شاء الله تبقى نهاية خير. فيلا نبدأ مع بعض الوحدة التانية. افتح معايا كتاب الامتحان او افتح معايا اي كتاب معاك علوم. طلبة المنصة فهي اوريدي معاها الملازم اللي احنا هنشرح منها، فتقدروا تفتحوها بحيث لو حاجة وقعت منكم وحاول ايه تجيب ورقه وقلم عشان تكتب اهم الايه الملحوظات اللي احنا هنقولها. في حاجات طبعا ايه اللي هو مثلا زي تجارب والكلام ده كله، فاحنا هنعمل له سكيب، لان احنا كده كده هنعمل ايه، هنعمل مراجعه العملي باذن الله، فما تشيلش هم من الكلام ده كله. احنا جايين دلوقتي ناخد الشرح او الوحده الثانيه باهم المعلومات اللي فيها. سمي الله كده ويلا نبدا مع بعض. طيب انا الوحده الثانيه بتتكلم عن ايه؟ الوحده الثانيه بتاعتي بتتكلم عن الفيزياء. الوحده الاولى كانت بتتكلم عن الكيمياء، الوحده الثانيه بتتكلم عن الفيزياء، الوحده الثالثه كانت بتتكلم عن البيئه، الوحده الرابعه فهي بتتكلم عن المناخ والهواء والحاجات دي كلها. فالنهارده هناخد مع بعض باذن الله الوحده المسؤوله عن فرع الفيزياء. وحده لذيذه والفيزياء بتاعتكم سهله جدا واعبط مما انت تتخيل. طيب هنبدا الحصه بتاعتنا بفرق بين مفهومين، المسافة والإزاحة. هنبدأ بفرق بين مفهومين، مسافة وإزاحة. تعالى كده معايا الأول، تعالى هنقسم السبورة كده 2، هنحط هنا المسافة وهنحط هنا الإزاحة. المسافة تمام، وهنحط هنا بإذن الله الإزاحة يا معلم. طيب الفرق بينهم كبير؟ الفرق بينهم كبير. طيب تعالى بقى نشوف المسافة دي زي ايه. تعالى كده هقول لك يا عم، انا مشيت من هنا لحد هنا، مشيت 2 متر. تمام، حلو. ومشيت من هنا لهنا كام؟ 2 متر كمان. تمام. ومشيت من هنا لهنا 2 متر. حلو، جميل. ومشيت من هنا لهنا 2 متر. عسل. تمام. A B C D. النقطة A مشيت من A ل B 2 متر، ومن B ل C 2 متر، ومن C ل D 2 متر، ومن D ل A 2 متر. طيب أنا عايزة أجيب المسافة. إيه هي المسافة؟ هي مجموع النقاط أو مجموع اللي أنا مشيت بيه. يعني أنا مشيت من هنا، مجموع النقاط اللي على مسار الحركة بتاعي، كل اللي أنا مشيته. يعني أنا دلوقتي واقفة هنا، مشيت كده 1 متر، كنت هقع، مشيت هنا 1 متر، وكمان مشيت كده 2 متر، ومشيت هنا 3 متر. طيب رجعت هنا كده 1 كمان، فكده ب4، رجعت كده 5، رجعت كده 6،
فانا كده مسار حركتي ايه؟ 6 متر. مسار حركتي 6 متر. المسافه اللي انا قطعتها 6 متر. يبقى انا مشيت قد ايه؟ توتال اللي انت مشيته، باخد التوتال 6 متر. دلوقتي المسافه بتاعتي قد ايه؟ ايه هي بقى المسافه؟ هقول دلوقتي A B زائد B C زائد C D زائد ايه تاني؟ دي ايه؟ اللي هما 2 بلس 2 بلس 2 بلس 2 هيطلعوا لنا كام؟ هيطلعوا لنا 8. 8 ايه؟ متر. يبقى انا كل اللي انا مشيته كام؟ 8 متر. 8 ايه؟ متر. يبقى انا كل اللي انا مشيته 8 متر. طيب انا مشيت كل ده، بسمي كل ده حاجه اسمها مسار الحركه بتاعي. مسار الايه؟ الحركه بتاعي هو مجموع النقاط اللي انا مشيتها كلها. مسار الحركه ايه بتاعي؟ يبقى كل اللي انا مشيته. يبقى في المسافه بجمع كل النقط اللي عندي، اي رقم بشوفه بجمعهم على بعض وبتبقى الايه؟ المسافه بتاعتي. وفي الاخر بسميه كل ده مسار الحركه بتاعتي. مسار الحركه ايه بتاعي. طب تعالى كده، استنى نمسح بقى دي، نشوف الفرق بين المسافه والازاحه. تمام، يلا دلوقتي انا مشيت من هنا لهنا، نفس الرسمه، حلو كده، حلو. ومشيت من هنا لهنا، جميل. ومشيت من هنا لهنا ووقفت على كده. هعتبر نفسي اللي انا وقفت على كده. تمام. A B C D. تمام تمام. انا هنا 2 متر وهنا 2 متر وهنا 2 متر. حلو. هات لي الازاحه. خلاص سهله يا ميس، 6 متر. بجد والله؟ ده فين الفرق بقى؟ قول لي فين الفرق؟ لو دي 6 متر فين الفرق؟ الازاحه هي اقصر خط طول يصل موضع البدايه بموضع الايه؟ النهايه. يبقى الازاحه هي اقصر خط مستقيم، لازم يبقى ايه؟ مستقيم، ماشي. يصل ايه؟ نقطة البداية بنقطة النهاية. يعني ايه الكلام ده؟ هبص على الرسمة، فين موضع بدايتي وفين موضع نهايتي. تعال نبص. انا بدأت منين؟ بدأت من ايه ونهيت فين؟ نهيت عند دي. يبقى فين الازاحة بتاعتي؟ دي. طيب الازاحة كده بتاعتي كام؟ 2 متر. حمار. كده انا مدرسة بطاطا، يعني فاهمني؟ انا كده مدرسة بطاطا، مدرسة بلح. لو قلت لك دي كده 2 متر فانا كده ما بفهمش حاجة. طب ليه؟ لان انا عندي ملحوظة مهمة جدا 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 بتقول لي ايه بقى؟ خليها بالاحمر. اذا كان موضع البداية نفس موضع النهاية، فايه اللي هيحصل عندي بقى؟ تخيل كده ايه اللي هيحصل. تكون الازاحة مالها؟ زيرو، بصفر. تكون الازاحة بايه؟ بصفر. ليه؟ انا بدأت هنا عند الايه ورجعت نهيت عند الايه. يعني انا مثلا كميس سمية، انا جاية من البيت على الاستوديو، جيت اصور، تمام. اخر البيت هروح فين؟ هرجع البيت. يبقى موضع انطلاقي، يعني انا بدأت من البيت وايه ونهيت عند البيت، خرجت ورجعت تاني للبيت. يبقى انا ازاحتي كام؟ ازاحتي صفر. ازاحتي ايه؟ صفر. ليه؟ لان موضع بدايتي هو موضع ايه؟ نهايتي. يبقى انا دلوقتي بدل موضع البدايه هو موضع النهايه، اذا الازاحه بتاعتي بصفر. الازاحه بتاعتي بكام؟ بصفر. طيب تعالى، احنا كده عرفنا ايه هي المسافه. ايه المسافه بتاعتي او مسار الحركه بتاعي؟ بجمع جميع النقاط اللي عندي. حلو كده. طيب انما الازاحه اقصر خط طول انا باخده. كده ده اول فرق. كده ده اول ايه؟ فرق. تاني حاجه، انا دلوقتي هقول لك ايه؟ ان انا دلوقتي الازاحه عندي بصفر.
الازاحه عندي بصفر. تعالى اوريك تاني حاجه وتالت حاجه. تعالى كده، انا دلوقتي عندي ده ايه؟ موضع بدايتي ايه، جميل، ومشيت كده كام؟ دي بي، حلو، ومشيت كده سي، تمام كده. دي الايه؟ المسافه بتاعتي اللي هو 2 مثلا و2. طب انا عايز الازاحه، يلا كده، فين موضع البدايه وموضع النهايه؟ ده موضع بدايتي، دي نهايتي، وصل كده بينهم. دي بقت عندي الايه؟ الازاحه. دي كده بقت عندي الايه؟ الازاحه بتاعتي. طيب انا دلوقتي في مثلث ايه؟ قائم. ده اسمه ايه؟ ده اسمه الوتر. يبقى اقدر اجيب الازاحه منين؟ عن طريق قانون فيثاغورس. عن طريق قانون ايه؟ فيثاغورس. يبقى هجيبه ازاي القانون ده؟ يعني بيقول ايه؟ هجيب الاي سي بتاعتي، تمام، اللي هو ده الوتر بتاعي، هقول بيساوي ايه؟ الجذر التربيعي، تمام، وهاخد 2 أس 2 و2 أس 2، وهيطلع الازاحه بتاعتي. وهيطلع الازاحه ايه؟ بتاعتي. تعالى بقى ناخد حاله تانية للايه؟ للازاحه. تعالى كده، بسم الله. هنبدا هنا موضع بدايتنا الايه؟ مشيت لحد البي، جميل، مشيت لحد السي، جميل، 2 2، حلو حلو. انا عايزه الازاحه دلوقتي. هتقول لي يا ميس هوصل بين موضع البدايه وموضع النهايه. فين بدايتي؟ الايه. فين نهايتي؟ السي. مش عارفه في ايه. طب يلا كده نوصل بينهم. وصلت بينهم، بقى عندي الضلع ايه؟ سي. بص كده، هو عمل لي ايه؟ عمل لي ايه؟ عمل لي مثلث قائم. عمل لي مثلث قائم. في حاجه غلط، بس ايه هي؟ انا مش قادره اوصل لها. مثلث قائم. طيب بما ان ده مثلث قائم، اكبر ضلع عندي بسميه ايه؟ بسميه الوتر. الوتر ده هيبقى هو الازاحه بتاعتي. الوتر ده هيبقى هو الازاحه بتاعتي. حلو كده، حلو قوي. طيب انا ده عندي مثلث قائم، كنت بجيب الوتر ازاي؟ عمك فيثاغورس قال لي اللي انا اجيب الوتر ازاي؟ هربع الضلعين التانيين تحت الجذر وبينهم زائد. وبينهم ايه؟ يعني ايه الكلام ده يا ميس؟ هنعمله ازاي؟ عندك هقول ان الاي سي بتاعتي بتساوي ايه؟ الجذر التربيعي. ليه بقى؟ ليه؟ 2 أس 2 زائد 2 أس 2. هيطلع لي الايه؟ الازاحه بتاعتي. هيطلع لي الازاحه بتاعتي. هتطلع لي بكام يعني؟ هتطلع لي ب4. تمام، غالبا نتاكد برضو من الاله. تمام، هتطلع لي 4. طب انا لما اكتبها 4 كده، لما كده انا مثلا الازاحه عندي بتساوي 4، قلت لي الازاحه بتساوي 4. انت لو قلت لي الازاحه بتاعتي بتساوي 4، فانا هقول لك ايه؟ غلط. هقول لك ايه؟ ازاي يعني يا ميس؟ يا عم انت لو قلت لي الازاحه 4، الازاحه 5، الازاحه 6، الازاحه 7، هقول لك غلط. ايه ده يا ميس؟ مفيش حاجه عاجباكي خالص؟ ده لازم تقول لي الازاحه وتعرف لي، واهم حاجه نكتب وحده القياس اذا كان في المسافه او في الازاحه او اي حاجه. يبقى اول حاجه ممكن تعملها لي ايه؟ اقل واجب تعمله لي ايه؟ تكتب لي 4 متر مثلا. حلو كده. انت بالنسبه لي كاتب ايه؟ انت كده بالنسبه لي كاتب مسافه. يا ميس بقى انت هتقرفينا بقى. يا ميس بقى انا خلقي ضيق، انت هتقرفينا ليه؟ ما انت عايزه ايه تاني؟ انا عندي بقول لك ان الازاحه هي كميه متجهه. تطلع ايزي كمان يا ميس. انا عندي الكميات الفيزيائيه بتنقسم لحاجتين، عندي كميات قياسيه وكميات متجهه. طيب ايه هي الكميات القياسيه وايه هي الكميات المتجهه؟ هقول لك، بس خلينا دلوقتي في الايه؟ في المتجهه. قال لي ان المتجهه دي كميه، ان الازاحه دي كميه متجهه من اسمها. يبقى انا عايزه الاتجاه بتاعي. يبقى انا عايزه الاتجاه ايه؟ بتاعي. يبقى انا كده يا ميس عايزاني اكتب لك رقم، وحده قياس واتجاه. مسمعه قوي والله العظيم. ما انا ده هما. طيب طب تعالى كده نشوف الاتجاه. انا عندي كام اتجاه اساسي؟
4، شمال وجنوب وشرق وغرب. والاتجاهات الفرعيه برضو 4. تعالى كده، هل ده شمال؟ هل ده غرب؟ هل ده شرق؟ لا. طيب انا دلوقتي ده طالع فين؟ انا دلوقتي من سي لايه، من سي لايه، من سي لايه. طيب يبقى هو طالع منين؟ انا عندي دي كده الغرب، دي عندي كده الايه؟ الغرب. عندي ده كده الايه؟ الغرب. وده ايه؟ كده طالع للايه؟ للشمال. فهقول ايه؟ شمال غربي، شمال ايه؟ غربي. وكده يبقى انا جبت الاتجاه بتاعي، كده جبت الايه؟ الاتجاه بتاعي. مثلا يا عم لو انا عندي من هنا لهنا لهنا، تمام؟ هتقول لي ايه بقى؟ جنوبا. يبقى الازاحه دي كده ايه؟ جنوبا. يبقى انا عندي اهم حاجه في الازاحه اكتب مقدار واتجاه. هكتب المقدار ووحده القياس والاتجاه، المقدار وحده القياس الاتجاه. طيب انا دلوقتي قلت لك اللي انا عندي وحدتين قياس، صح كده؟ صح. عندي القياسيه وعندي المتجهه، صح؟ طيب القياسيه دي يلزم لتعريفها الاتجاه المقدار فقط. المقدار بس. المقدار ايه؟ بس. يعني انا مش عايز اتجاهات، لا مش عايز اتجاهات. طيب المتجهة مقدار واتجاه. زي ايه بقى؟ زي مثلا عندك القوة، عندك الازاحة، عندك العجلة. طيب هنا زي ايه؟ مسافة، كتلة، ايه، وزن، اي حاجة مجرد ما هعرفها بالرقم فانا كده مش عايز معلومات تانية. يبقى انا عندي كميات قياسيه وكميات متجهه. اهم حاجه عندي اللي انا لازم اكتب بعد المقدار بتاعي على طول الزقه، اذا كان بقى اي حاجه الزق وراه وحده الايه؟ القياس. من غير وحده القياس كده فانت نقصت، تمام؟ فليه نضيع نص درجه على الفاضي؟ طيب انها بقى عندي الكميات المتجهه زي الازاحه عندنا في درس النهارده، اكتب وراهم على طول الايه؟ الاتجاه. يلا نرجع بقى للملزمه بتاعتنا ونبدا حصتنا. لسه ما بدأناش؟ لا والله. بسم الله. ايه هو مسار الحركه بتاعي؟ زي ما لسه قايله لك، مجموع النقاط التي يمر بها الجسم اثناء ايه؟ حركته. تمام؟ تمام. ايه هي المسافه؟ الطول الكلي للمسار الذي يسلكه الجسم اثناء الانتقال من بدايه الى النهايه. يعني ده كده مثلا عندك المسار ده كله كده، ده كده الايه؟ المسافه اللي انا قطعتها. طب والازاحه؟ اقصر خط مستقيم يصل موضع البدايه بموضع النهايه. طيب عندي المسافه والازاحه بقدرهم بنفس الوحده، يا اما بالمتر او الكيلو متر او السنتي متر. يبقى انا دلوقتي بقدر مسافه او ازاحه بمتر او كيلو متر او سنتي متر. تمام؟ الكيلو متر ديت للمسافات البعيده جدا، والسنتي متر لو حاجه صغيره، والمتر دوت اللي هو ايه؟ المتوسط بتاعهم. تمام؟ طيب التحويلات بقى. طيب انا عندي عايزه احول من الكيلو متر للمتر. طيب الكبير بضربه والصغير بقسمه، الكبير بضربه والصغير بقسمه. اكبر حاجه عندي الكيلو متر، اللي بعده على طول المتر، واللي بعده على طول السنتيمتر. يبقى اكبر حاجه الكيلو متر. يبقى ايه اللي هيحصل؟ دايما هضرب، دايما ايه؟ هضرب. الكبير بضربه والصغير بقسمه. تمام؟ زي اخوك الكبير كده دايما ايه؟ يفتري عليك ويضربك. تمام؟ يبقى عشان احول من كيلو متر، ايه ده؟ في ايه؟ علشان احول من الكيلو متر لمتر فهعمل ايه؟ هضرب في 1000. هضرب في ايه؟ في 1000. ولو عايزه احول من المتر بقى اللي هو الصغير للكيلو متر، هقسم ايه؟ هقسم على 1000. هقسم على ايه؟ 1000. يبقى انا دلوقتي عندي الواحد كيلو متر في كام متر؟ في 1000 متر. في 1000 ايه؟ متر. طيب وانا عايزه احول من المتر للسنتي، المتر فيه كام سنتي؟ المتر فيه 100 سنتيمتر. المتر فيه 100 سنتيمتر. المتر اكبر ولا السنتيمتر؟ لا يا ميس المتر اكبر. انا هسأل نفسي السؤال، ده اكبر ولا ده اكبر؟ لا ده اكبر. المتر اكبر من السنتيمتر. خلاص عرفت اللي انا هضرب. المتر فيه كام سنتي؟ فيه 100 سنتي، فانا هضرب في كام؟ في 100. طيب لو عايزه احول من سنتيمتر لمتر هعمل ايه؟ هقسم على 100. ليه؟ عشان قلنا الكبير بضربه والصغير بقسمه. تمام؟ هنخش بقى على الايه؟ السرعه.
ايه هو تعريف السرعه؟ انا دلوقتي عايز اعرف سرعتي. طيب انا هعرف سرعتي بناء على حاجتين. تعالى كده مثلا هقول لك، تقدر تقول لي سرعتي؟ هتسالني سؤالي، هو انت مشيتي قد ايه وخدتي وقت قد ايه؟ يعني انت مشيتي كام متر وخدتي وقت قد ايه؟ يبقى ايه هي السرعه؟ هي المسافه المقطوعه خلال وحده زمن. انا علشان اعرف الايه السرعه لازم اعرف حاجتين. هتسالني سؤالين، يا ميس هو انت مشيتي قد ايه وكمان خدتي وقت قد ايه عقبال ما وصلتي؟ يبقى دي الايه السرعه بتاعتي. يبقى ايه هي السرعه؟ المسافه المقطوعه خلال وحده الزمن. طيب دلوقتي انا عرفت ان السرعه ليها عاملين مهمين. السرعه ليها ايه؟ تعتمد على الزمن وعلى المسافة. طيب ايه هي وحدات قياس الزمن؟ عندي 3 وحدات، ايه هما؟ عندي الثانية اللي هي الاس، وعندي الدقيقة اللي هي المينت، تمام، وعندي الساعة اللي هي الاتش اللي هي الاور. الاس اللي هي سكند، والاي والدقيقة مينت، والساعة اللي هي اور. طيب يبقى كده تخيل وحدة قياس السرعة هتبقى ايه؟ تعالى كده اقول لك. انا قلت ان المسافة يا اما بقيسها بالمتر او الكيلومتر او السنتيمتر، صح كده؟ والزمن عندي ساعة، عندي دقيقة، عندي ثانية. طيب يبقى انا دلوقتي عندي اقدر اقيس السرعة ازاي، او وحدة قياس السرعة هتبقى ايه؟ يا اما هتبقى متر لكل ثانية، الصغير كده هيبقى ايه مع الصغير، يا اما متر لكل ثانية، او كيلومتر لكل ساعة، او سنتيمتر لكل ثانية او كل دقيقة، او سنتيمتر لكل ثانية وكل دقيقة. مكتوبة عندك. تقدر السرعة بعدة وحدات، وايه هي؟ متر لكل ثانية اللي هي الام مع الاس، او كيلو متر لكل ساعة، او سنتي متر لكل ايه؟ لكل ايه بقى؟ لكل دقيقة مثلا، او سنتيمتر لكل ثانية. تمام؟ عندي وحدات قياس كتير، يا اما متر او سنتيمتر او كيلو متر، وما يقابلها ايه؟ ساعة دقيقة ثانية، ساعة دقيقة ثانية. تمام. انا دلوقتي عندي الساعة فيها كام دقيقة؟ الساعة فيها 60 دقيقة، الساعة فيها 60 دقيقة، والدقيقة فيها كام ثانية؟ فيها 60 ثانية. قلت الكبير بضربه والصغير بقسمه. طيب يبقى انا دلوقتي عايزة احول من ساعة لدقيقة، اضرب في 60. من الدقيقة للساعة اقسم على 60، وكذلك الدقيقة في الثانية اضرب في 60، وفي الثانية للدقيقة اقسم على 60. طيب لو انا عايز احول من ساعة لثانية هضرب 60، الساعة بتاعتي في 60 في 60، وكده هوصل للثانية بتاعتي. جميل قوي. عندي بقى انا متعود ان انا اي قانون بيجي عليا بحطه في قانون في مثلث. انا المثلث ده عندي الجوكر في اي حاجه. طول ما انت بتعرف تستخدم مثلث فانت الفيزياء بتاعتك تمام قوي. طيب المثلث بنستخدمه في ايه؟ بشوف الحاجه اللي انا عايزها واحط ايدي عليها واخد اللي باقي ايه في المثلث. مثلا عندنا النهارده باذن الله قانون الايه؟ السرعه بتاعتي. طيب انا قلت لك ايه هي السرعه؟ هي ايه؟ المسافه المقطوعه خلال وحده زمن، يعني المسافه على الزمن، المسافه بتاعتي على الزمن. هعمل ايه بقى؟ احطها في مثلث. حطيت المسافه بتاعتي فوق وحطيت السرعه والزمن تحت، اللي فوق بعض بقسمهم واللي جنب بعض بضربهم. تاني، اللي فوق بعض بقسمهم واللي جنب بعض بضربهم. طيب انا اصلا القانون بتاع السرعه كان ازاي؟ اللي كانت السرعه بتاعتي بتساوي ايه؟ بتساوي مسافه على ايه؟ زمن. طيب تعالى كده نكتبها بالانجلش. السرعه v، والمسافه d، والزمن تايم. تمام؟ علشان برضو لو جات لك انجلش تبقى الدنيا ماشيه معاك ايه؟ تمام. يبقى السرعه v والمسافه d والزمن t. حلو قوي. تمام. فانا دلوقتي هعمل ايه؟ دلوقتي انا عايزه اجيب السرعه. طيب حط ايدك على السرعه، اللي اتبقى المسافه فوق والزمن تحت، اللي فوق بعض بقسمهم، اللي فوق بعض بقسمهم. يبقى هعمل ايه؟ هقسم المسافه على الزمن. طيب احسب سرعه جسم يقطع مسافه قدرها 8 متر في زمن قدره 2 ثانيه. فهعمل ايه؟ هقول ان الفي بتاعتي او السرعه بتاعتي بتساوي الدي على التي، المسافه على الزمن. هقول 8 على 2 هيديني 4 متر لكل ثانية. الوحدة مهمة، كتبت لي 4 يبقى غلط، الوحدة مهمة هتنقص نص درجة. طيب
جسم يتحرك بسرعه 20. المره دي جاب لي السرعه، يبقى انا دلوقتي معايا ايه؟ السرعه بتاعتي هي ب20. حلو. واحسب المسافه، يبقى ايه اللي مجهول عندي؟ ايه اللي هحط ايدي عليه؟ المسافه. المسافه بتاعتي دي ايه؟ مجهوله، اللي هي دي، يقطعها خلال ايه؟ دقيقه. دقيقه واحده. طيب الدقيقه فيها كام ثانيه؟ فيها 60 ثانيه. الدقيقه فيها كام ثانيه؟ فيها 60 ثانيه. ليه بقى؟ ليه ما خدتهاش زي ما هي ثواني؟ تعالى كده بص معايا على وحده السرعه، متر لكل ثانيه. متر لكل ايه ثانيه؟ لو كان قال لي متر لكل دقيقه كنت هسيبها زي ما هي، لكن هو قال لي متر لكل ايه ثانيه. يبقى انا هعمل ايه؟ هضرب في 60. يبقى انا عندي الزمن بتاعي هيبقى 60 ثانيه. هو قال لي دقيقه واحده، الدقيقه فيها كام ثانيه؟ فيها 60 ثانيه بتوعي. تعالى كده نشوف المسافه. حط ايدي على المسافه، هيبقى السرعه والزمن جنب بعض بضربهم، فالسرعه في الزمن يبقى هقول ايه؟ هقول ان ال60 في ال20 بتاعتي هتديني ال120. هيديني ال120. تاني، هو لو كان قال لي ان السرعه 20 متر لكل دقيقه، اللي هي المينت، كنت هسيبها، لكن عشان قال لي عندي ثانيه فانا حولت الايه؟ الزمن بتاعي. هنا بيقول لي احسب الزمن الذي تستغرقه السيارة تتحرك بسرعة 30. يبقى هو دلوقتي عايز التايم بتاعي هو اللي مجهول. تمام. السرعة بتاعتي بايه؟ الفي بتاعتي بتساوي 30، والدي بتاعتي قال لي ان هي مسافة 270. طيب من قبل ما ابدا اجيب الزمن، انا الزمن بتاعي هيطلع ثواني ولا دقايق ولا ساعات؟ قايل لي ايه؟ قايل لي وحده قياس السرعه ايه؟ متر لكل ايه؟ ثانيه. متر لكل ثانيه. وكده انا عايزه الزمن بتاعي هيطلع بالايه؟ بالثواني. تعالوا نحط ايدينا على الزمن. هيطلع عندي المسافه والايه؟ والسرعه، هنقسمهم على بعض. فهقسم عندي الايه؟ ال 270 على ال 30. وبكده يبقى احنا خلصنا الجزء بتاع السرعه والمسافه والزمن، وعرفنا الفرق بين الازاحه والمسافه. تمام. هناخد ايه دلوقتي يا ميس؟ هناخد حاجه اسمها الشغل. هناخد حاجه اسمها الايه؟ الشغل. طيب ايه هي الشغل بقى؟ بيقول لي هنا ان الشغل ده بيحصل نتيجه اللي انا اثرت على الجسم بقوه، ان انا بذلت قوه، ان انا بذلت طاقه. هل دلوقتي انا صاحيه من النوم، تمام، وكان عندي بالليل برد وكنت تعبانه وكان عندي شغل، وبص جيت همدانه ونمت، صحيت الصبح تعبانه برضو، ما عنديش اي طاقه. هل انا وانا تعبانه وما عنديش طاقه خالص، مش قادره اتحرك، هقدر انزل اروح الشغل؟ لا. يبقى انا ما ينفعش اعمل شغل من غير طاقه. وكذلك في الايه؟ في الفيزياء. انا ما ينفعش اعمل شغل، ما ينفعش اقول ان انا بذلت شغل من غير ما يبقى عندي طاقه، من غير ما يبقى عندي ايه؟ طاقه. طيب يبقى هنا بيقول لي اذا اثرت قوه على جسم فتسبب في ازاحته في نفس اتجاه تاثيرها، يقال هنا ان انا ايه؟ بذلت شغل. طيب انا عندي مثال مشهور جدا موجود عندك في كتاب الامتحان. عندي جايب لي بنوته بتزق ايه؟ بتزق مكتب. المكتب بيمشي كده، هي حاطه المكتب قدامها وهي بتزقه كده، وهي بتزقه ايه؟ كده. هما قوتها في نفس الايه؟ الاتجاه، في نفس اتجاه حركه الجسم. هي كده بذلت شغل ولا ما بذلتش؟ بذلت شغل. طيب هنا دلوقتي هي نزلت جابت حاجه من على الارض، نزلت جابت حاجه من على الارض، تمام. هي ايه؟ نزلت جابت حاجه من على الارض. ايه اللي حصل؟ قوتها لاعلى، قوتها لايه؟ لاعلى، قوتها لايه؟ لفوق كده. والحاجه كمان ايه؟ هي تحت، فهي ايه؟ لفوق. فهم كده الاتنين في نفس الاتجاه. هنا بقى البنوته قامت ايه؟ خلاص وقفت وايه؟ ومسكت الايه؟ الحاجه اللي هي شايلاها. طيب الحاجه اللي هي شايلاها دي جسم ساكن ولا متحرك؟ هي ساكنه. في حاجه بتاثر عليها؟ مفيش حاجه بتاثر عليها. فهي دي قوتها لاسفل، تمام. مش البنوته اللي قوتها لاسفل، الحاجه اللي هي شايلاها. انا قلت لك خلاص دلوقتي البنت وقفت وقامت مسكت الحاجه. الحاجه في ايه اللي بيشدها بقى؟ تخيل، عفريت؟ لا، اللي بيشدها قوه الايه؟ الجاذبيه. انا واقفه اهو، تمام، وماسكه القلم ده مثلا انا كده ايه؟ جسم ساكن، تمام، ما عنديش قوه، مفيش قوه دلوقتي، ها، تمام. دي بقى قوه الجاذبيه عايزه تنزله ايه؟ لتحت. قوه الجاذبيه بتنزله لايه؟ لتحت. فانا ايه دلوقتي؟ لان الجسم في حاله سكون، فانا كده ايه؟ ما بذلتش اي ايه؟ شغل، لان انا ايه؟ ثابته. طيب هنا دلوقتي عندي
بنوته قاعده وشايله الشنطه على ظهرها، اتجاه القوه المؤثره ايه؟ لاسفل، اللي هي قوه الايه؟ الجاذبيه، وحركه الجسم الناحيه الثانيه، يعني القوتين عكس بعض، فبرضه مش هيحصل ايه؟ شغل، لان اتجاه تاثير القوه يكون عمودي على اتجاه الحركه بتاعنا. طيب من الاخر ايه هو الشغل بقى؟ هو كميه الطاقه اللازمه. انا قلت لك عشان ابذل شغل عايزه طاقه، ما ينفعش شغل من غير طاقه. تمام، يبقى كميه الطاقه اللازمه لتحريك جسم ازاحه معينه في نفس اتجاه القوه المؤثره عليها. يبقى انا دلوقتي عشان ابذل شغل عايز طاقه عشان اثر بقوه تمشي في نفس اتجاه الايه؟ القوه المؤثره عليها. بيقول لي كلما ازداد مقدار القوه بتاعي، كل ما القوه بتاعتي زادت كلما ازداد الشغل. يبقى بينهم علاقه ايه؟ بينهم علاقه طرديه. كل ما القوه بتاعتي اللي انا باثر بيها على الحاجه زادت، كل ما الايه زاد، كل ما الشغل بتاعي زاد، كل ما الشغل بتاعي زاد. هنا بيقول لي هل الشخص الذي يسحب الشجره يبذل شغل؟ يعني الشخص اللي بيسحب الشجره ده بيبذل شغل؟ في الحقيقه ما بيبذلش شغل. زي مثلا لو انت قمت وبتزق الحيطه، الحيطه اتحركت؟ يعني هل دلوقتي الحيطه حصل لها ازاحه؟ اتحركت من مكانها؟ هتقولي لا. يبقى انت كده ما قصرتش ايه؟ بحاجه، ما قصرتش بقوه ولا بطاقه. يبقى دلوقتي عندك الشغل بتاعك بصفر، لان الازاحه المقطوعه تساوي صفر، فانت كده ايه؟ ما بذلتش اي شغل. عند تاثير قوه على الجسم بزاويه لا تساوي 90، يعني من الاخر مش عموديه. انا دلوقتي لما اجي اثر بقوه كده مائله اعمل زاويه، اعمل ايه؟ زاويه. انما لو اثرت كده لا. لو اثرت كده عملت ايه؟ زاويه. عملت ايه؟ زاويه. يكون هناك شغل قد بذل على هذا الجسم. انما لو انا مقصر عمودي كده فكده مفيش شغل، لازم اقصر كده، لازم يبقى فيه زاويه، لازم يبقى فيه ايه؟ زاويه. طيب ايه هو بقى قانون الشغل بتاعي؟ الشغل بتاعي W. تمام، الرموز مهمه. الشغل بتاعي W بيساوي ايه؟ القوه اللي انا باثر بيها على الجسم في الازاحه اللي ايه؟ خدها في نفس الايه؟ الاتجاه. يبقى لازم مبدئيا كده لازم قوتي وازاحتي يبقوا في نفس الاتجاه. طيب الشغل هيحصل عن طريق ايه؟ عن طريق القوه اللي انا باثر عليها علشان اخلي الجسم يعمل ازاحه. لكن انا قلت لك ما عملش الجسم ازاحه، ما عملتش الشغل. طيب يبقى الشغل بيساوي القوة في الإزاحة. تمام، كلهم كده علاقات ايه؟ هما كلهم كده بينهم علاقات ايه؟ بينهم علاقات طردية. يعني لو القوة زادت الشغل هيزيد، لو الإزاحة زادت الشغل ايه؟ هيزيد. طيب أنا عندي وحدة قياس الشغل، وحدة قياس الشغل بتاعتي هي ايه؟ الجول. وحدة قياس الشغل الجول. طيب لو أنا عايزة أحول من كيلو جول للجول بضرب في ايه؟ في 1000. ليه؟ لأن الكيلو جول أكبر من الايه؟ من الجول. طيب إنما الجول لو عايزة أحوله لكيلو جول فأنا بقسم على 1000. ليه؟ لأني هو الصغير. طيب يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان انا دلوقتي لو انا عايزه احول من كيلو جول لجول هضرب في ايه؟ هضرب في 1000. عايزه احول من الجول للكيلو جول اقسم على 1000. طيب احنا قلنا اي قانون بنحطه فين؟ في مثلث. بنحطه فين؟ في مثلث. تعالى بقى نحطه في مثلث. انا قلت الشغل بتاعي قوه في ازاحه، قوه في ازاحه، يعني الشغل فوق والايه؟ والقوه والازاحه تحت. طب ليه؟ علشان اللي تحت اللي جنب بعض بنضربهم، اللي فوق بعض بنقسمهم. تمام. بيقول لي هنا بقى سؤال، دفع شخص قوة مقدارها 20 نيوتن. جميل، يبقى أنا الإف بتاعتي بكام؟ ب20. تحرك خط مستقيم مسافة قدرها كام؟ 50 متر. 50 إيه؟ متر. دي كده الإزاحة بتاعتي. حلو قوي، اللي هي الإس في نفس اتجاه القوة. فالشغل بتاعي هيبقى الدبليو بيساوي الإف في الإس. 20 في 50 هيطلع لي 1000 جول. طيب دلوقتي عايز إيه؟ لإزاحة صندوق 2 متر. معايا الإزاحة. جميل، يتطلب بذل شغل مقداره 400 ومعايا الشغل. يبقى هعوز ايه؟ هعوز القوه. هحط ايدي على القوه هيتبقى الشغل والازاحه. هقسم الشغل على الازاحه فهيديني ايه؟ هقسم الشغل بتاعي اللي هو 400 على الاتنين هيديني ال 200. 200 ايه بقى؟ 200 نيوتن. القوه بقيسها بالنيوتن. طيب عندي حاجه اسمها متغيرات. طيب ايه هي المتغيرات دي؟ عندي 3 حاجات، 3 متغيرات. تعالى كده ناخدهم. عندي هنا المتغيرات سهلة جدا 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 جدا، بس في ناس كتير قوي بتتلخبط فيها. عندي الضابط، المستقل،
التابع. طيب الضابط ده هو حاجة ثابتة مش بتتغير. الضابط ده حاجة ثابتة مش بتتغير. مثلا انت وصاحبك رايحين المدرسة. تمام، انت وصحابك رايحين المدرسة. فانت وصاحبك في واحد كده منهم انت قريب منه قوي قوي قوي، فانتوا ماشيين قدام ووراكوا مثلا 3. حلو كده، حلو. فانت ماشي وصاحبك قاعد بيقول لك ما تيجي ما نروحش المدرسة، تعالى نروح البلاي ستيشن، احنا هناخد المصروف ونروح البلاي ستيشن مثلا. طيب دلوقتي انت وهو قاعدين بتتناقشوا، وفي ناس وراكوا اصلا هم طريقهم للمدرسه، هم رايحين مش بيتناقشوا في اي حاجه. طيب انتوا دلوقتي ما بين انكم تروحوا المدرسه وان انتوا تكتوا من الاخر. تمام. دلوقتي فين العامل الضابط؟ صحابكم اللي ورا اللي هم اصلا مش متاثرين انت هتروح المدرسه ولا انت هتكت، هم مالهمش دعوه بيكم، مش مشاركين معاكم. طيب قام صاحبك قال لك عايز تروح المدرسه يا عم روح، لكن انا عن نفسي رايح البلاي ستيشن. كده صاحبك ده متغير مستقل، هو ما استناش اصلا ان انت تقرر، هو قال لك وقام راح عمل. طيب المتغير التابع بقى؟ ان انت تقول له خلاص انا جاي معاك. المتغير التابع بيروح ورا المتغير المستقل اذا كان صح او اذا كان غلط. الضابط ملهوش دعوه، كارف، ملهوش دعوه انت بتعمل ولا ما بتعملش يبقى المتغير الضابط دوت هو دايما ثابت، دايما ثابت. طيب المستقل هو المتغير. طيب التابع يتغير نتيجة تغير المستقل، نتيجة تغير المستقل. تعالى بقى نكمل. يبقى انا عندي كام متغير؟ 3: ضابط ومستقل وتابع. الضابط ملهوش دعوه انت بتعمل المستقل هو بيروح مع نفسه بيتغير، تمام. التابع بيتغير نتيجه تغير المستقل، تمام. هنا مثلا دلوقتي عندي هنا بزرع، انا هنا بزرع. بيقول لي هنا ان المتغيرات الضابطه عندي اللي ضابط الشمس اللي هو الضوء بتاعي، وكميه والتربه والشمس. يبقى انا عندي التربه والشمس هما ضابط. انا قال لي هعمل هغير كميه الميه بين النباتين، يعني واحد هعطشه وواحد هرويه، تمام. يبقى انا كده بغير التغير المستقل بتاعي كميه الميه، والتغير التابع نتيجه تغير الميه اللي هيحصل. يبقى انا دلوقتي عندي هو المتغير المستقل اللي هو كميه الميه، والتغير التابع اللي هو اللي هيحصل لما انا هروي النبات كويس او هعطشه. اللي هرويه كويس هينمو ويكبر، اللي مش هرويه كويس مش هينمو. فده المتغير التابع اللي حصل نتيجه التغير المستقل، تمام كده. يبقى احنا خلصنا الدرس الاول من الوحده من الوحده الثانيه بتاعتنا، كانت سهله جدا جدا جدا. فهنخش على الدرس الثاني، اسهل بكتير مما انت تتخيل اصلا. طيب دلوقتي هناخد بقى ايه هي الطاقه، هي احنا خدنا مسافه، ازاحه، شغل، وخدنا اللي بيأثر على ده وايه اللي بيأثر على ده. طيب النهارده دلوقتي هناخد دلوقتي هناخد الطاقه. طيب ايه هي اصلا الطاقه وايه هي صور الطاقه؟ طيب بيقول لي ان الطاقه المقدره على بذل الشغل. هو مش انا لسه قايله لك ان انا ما ينفعش ابذل شغل من غير ما يبقى عندي طاقه؟ ايوه، يبقى هي الطاقه المقدره على بذل الشغل. وتقدر الطاقه بوحده الجول. وحده الجول هي وحده الشغل، الاثنين بيقدروا بوحده الجول. طيب انا عندي صور الطاقه. ايه هي صور الطاقه؟ صور الطاقه بتاعتي طاقه الوضع وطاقه الحركه. يبقى انا عندي كام صوره للطاقه؟ عندي صورتين، طاقه الوضع وطاقه الحركه. دلوقتي يبقى انا عندي كام صوره للطاقه؟ 2، طاقه الوضع وطاقه الحركه. طب ايه هي الطاقه المقدره على بذل الشغل وتقدر بوحده الجول؟ جميل قوي. يبقى انا عندي صور الطاقه متعدده، منها طاقه الوضع ومنها طاقه الحركه. طيب برمز لطاقه الوضع برمز البي رمز البي مهم جدا. طاقه الحركه كي يبقى وضع بي طاقة الحركة كي. طيب دلوقتي هناخد دلوقتي هناخد طاقة الوضع، هناخد طاقة الوضع نخلصها وبعدين ندخل على طاقة الحركة، وبكده هيبقى خلصنا الحصة بتاعتنا. طيب هنا بيقول لي ايه هو طاقة الوضع؟ طاقة الوضع دلوقتي انا عندي حاطة الكتاب كده او قصدي القلم كده. طيب القلم كده هو في حالة سكون، هو كده عنده
سكون، في حاله ايه؟ سكون. هو كده مخزن ايه؟ مخزن جواه طاقه الوضع، مخزن جواه طاقه الايه؟ الوضع. اول ما هعمله كده تتحول طاقه الوضع الى طاقه الحركه. يبقى انا دلوقتي ايه هي طاقه الوضع؟ هي الطاقه التي تختزن في الجسم، الطاقه التي بتختزن في الجسم. يبقى ايه هي طاقه الوضع؟ عندما يرفع شخص الكتاب الى رف مرتفع على سطح الارض. هو دلوقتي ايه؟ رفعه من على سطح الارض، هيتغير موضوعه، فانه كده ايه؟ الشخص ده بذل ايه؟ شغل. ليه؟ لان عمل ايه؟ قوه، اثر ايه؟ بقوه، وغير مكان الكتاب. فيتحول الطاقه المختزنه في الكتاب، وتعرف بالطاقه المختزنه في الكتاب بطاقه الايه؟ الوضع، لان هو هي ايه؟ هيحطه. فكده ايه اللي حصل؟ هو الكتاب اصلا في ايه؟ في موضع سكون، ولذلك هو مختزن طاقه وضع، مختزن طاقه وضع. يبقى ايه هي طاقه الوضع؟ الطاقه المختزنه في الجسم نتيجه الشغل الايه؟ المبذول عليه. طيب، تقدر طاقة الوضع بوحدة الجول. أي صورة من صور الطاقة بقدرها بوحدة الجول. طيب، هنا بيقول لي ما معنى إن طاقة وضع الجسم بتساوي 20 جول؟ هقول له إن الطاقة المختزنة جوه الجسم بتساوي كام؟ 20 جول. الطاقة المختزنة جوه الجسم بتساوي 20 جول. طيب، أنا دلوقتي سيبنا من النشاط ده دلوقتي خالص، تمام؟ لأني زي ما قلت لكم كده كده جميع الأنشطة هناخدها. أنا عندي طاقة الوضع بتتأثر بحاجتين. طاقة الوضع بتاعتي بتتأثر بإيه؟ بحاجتين. الإيه بقى؟ الوزن والارتفاع. الوزن والارتفاع. طيب، يعني إيه الكلام ده يا ميس؟ بيقول لي إن أنا كل ما الوزن بتاعي بيبقى كبير كل ما طاقة الوضع بتاعتي بتزيد. زي المثال أو النشاط اللي جايبهولك عندك في الكتاب، بيقول لي إن أنا دلوقتي لو جبت كور مختلفة أوزانها مختلفة، واحدة مثلا 20 30 50، طيب مين وزنها أكبر؟ الكرة ال50. فأول ما هرميها في الرملة هتعمل حفرة عميقة، ولذلك طاقة وضعها إيه؟ أكبر. ولذلك طاقة وضعها إيه؟ أكبر. يبقى أول مؤثر عندي في طاقة الوضع وزن الجسم. أول مؤثر عندي إيه؟ في طاقة الوضع وزن الجسم. كلما يزداد الوزن كلما تزداد طاقة الوضع. بينهم علاقة طردية، بينهم علاقة طردية. تمام. وبعدين بقول اللي انا عندي تاني حاجه بتاثر عليها الارتفاع. هرمي مثلا كوره من ارتفاع 2 متر، كوره من 5 متر، كوره من 10 متر. الكوره اللي انا هرميها من فوق خالص، تمام، هتنزل تعمل عمق اكبر في الرمله بتاعتي مثلا. فكده ايه اللي حصل؟ طاقه الوضع بتاعتي اكبر. ايه ده يعني يا ميس؟ يعني الوزن والارتفاع بيتناسبوا طرديا مع طاقه الوضع؟ مظبوط. يعني لو الارتفاع زاد او الوزن زاد، هوب طاقه الوضع تزيد. ايوه صح. يبقى أنا دلوقتي عندي مؤثرين بيأثروا على طاقة الوضع، الوزن والارتفاع. كلما ازداد الوزن وازداد الارتفاع كلما يزداد طاقة الوضع. كلهم علاقة طردية، كلهم علاقة إيه؟ طردية. طيب، عندي دلوقتي استنتج متغيرات ضابطة ومستقلة وتابعة. دلوقتي أنا هو عموما لو أنا دلوقتي قلت لك عندي كور مختلفة أو عندي ارتفاعات مختلفة، هنا بيقول لك على التجربة بتاعت الارتفاعات المختلفة، ثبت الوزن وغير الارتفاع. فإيه اللي هو الضابط بتاعي؟ الضابط بتاعي اللي هو وزن الكرة ما غيرهوش. طب المستقل اللي كنت بغيره الارتفاع. طيب، والتابع اللي هو كان عمق الحفرة. كل ما الارتفاع بيزيد كل ما عمق الحفرة بيزيد. على عكس ايه؟ لما كنت بغير الاوزان وكنت بثبت الارتفاع، فوقتها كان المتغير الضابط الارتفاع. طيب، والمتغير المستقل اللي بيحصل كان ايه هو؟ كان الوزن. كنت بغير وزن الكوره، كل ما الكوره كانت بتبقى اكبر كل ما الحفره كانت بتبقى اعمق، ولذلك ده المتغير الايه التابع اللي بيحصل نتيجه تغير المستقل. تمام. يبقى انا دلوقتي عرفت او استنتج ايه بقى من كل الكلام الجميل ده؟ هستنتج من الاخر ان طاقه الوضع بتعتمد على وزن الجسم والارتفاع عن سطح الارض. كلما ازداد الاثنين دول، اذا كان الارتفاع او الوزن، كلما ازدادت طاقه الوضع بتاعتي. حلو قوي. هنا بقى بيقول لي ان وزن الجسم اللي هو الدبليو وحده قياسه الايه؟ النيوتن برضو. طيب، ارتفاع الجسم عن مستوى سطح الارض اللي هو الاتش، تمام، وحده قياسه الايه؟ المتر. تعالى كده هكتبهم لك كده هنا عشان ايه؟ هنا كده عندي الوزن، ايه هو الرمز بتاعه؟ الوزن هو الدبليو. طيب، بقيسه بايه؟ بقيسه بالنيوتن. طيب، الارتفاع برمز له بالرمز اتش، الهاي. تمام. الارتفاع اتش.
طيب دوت بقيسه بالمتر، ده بقيسه بالايه؟ بالمتر. جميل قوي. هنا بيقول لي كلما زاد وزن الجسم او ارتفاعه زادت طاقة الايه؟ الوضع. طيب تفتكر ايه هو بقى القانون بتاعي؟ تعالى. القانون بتاعي انا قلت لك ان هم دلوقتي كلهم بتناسبوا طرديا مع بعض، فهقول البي اي. ايه هي يا ميس البي اي دي؟ طاقة الوضع بتساوي ايه؟ الدبليو اللي هو الوزن في الارتفاع. تمام. وعندي حاجة تانية، البي اي بتساوي، ممكن اجي في مسألة مش هقول لك وزن، هقول لك كتلة، يبقى انا عندي فرق بين الوزن والكتلة، عندي فرق بين الوزن والكتلة. لو قريت المسألة وقال لك ان كتلة الجسم بتساوي كذا، اجري واعمل ايه؟ اجري واضربه في 10. ايه هو قانون الوزن بتاعي؟ قانون الوزن بتاعي بيساوي ايه؟ الوزن بتاعي بيساوي الكتلة في ايه؟ في عجلة الجاذبية. هي عجلة الجاذبية دي ايه؟ عجلة الجاذبية دي 10، عدد ثابت. ما بيكتبش ليه؟ 10 عدد ايه؟ ثابت. يبقى ايه هو قانون الوزن؟ باخد كتلة الجسم واضربها في عجلة الجاذبية. حلو كده؟ جميل قوي قوي قوي. يبقى انا مثلا عندي دلوقتي لو قال لي في مسألة وذكر لي كلمة كتلة، هنا كده لو ذكر لي كلمة وزن، هنا لو ذكر لي كلمة كتلة، بخلي القانون بتاعي ايه؟ بخلي القانون بتاعي الدبليو. تمام؟ دبليو ايه؟ لا انا اسف، الام في ايه؟ في جي في الاتش. الام في جي في اتش. الام في الجي في الايه؟ في الاتش. يعني الام في جي دي اساسا بتساوي الايه؟ اللي هي الدبليو بتاعتي. ام في جي في اتش. طب الجي دايما بتساوي ايه؟ 10. دايما بتساوي ايه؟ 10. طيب دلوقتي انا عندي كلهم البي اي بتساوي الدبليو في الاتش، كلهم كده في عندك بسط ومقام من الاخر؟ ما عنديش بسط ومقام. بدام ما عنديش بسط ومقام يبقى العلاقات بين المتغيرات اللي هو اذا كان الوزن او الارتفاع كلهم علاقات طرديه. كلهم علاقات ايه؟ طرديه، بدام ما عنديش بسط ومقام. طيب هقول لك على حاجه لسه واخدينها دلوقتي، وهي مثلا السرعه. كانت السرعه عندي بتساوي ايه؟ عشان عايزه اقول لك حاجه مهمه بس، مسافه على زمن. طيب انا عندي ده كده اسمه الايه؟ البسط. وده كده اسمه الايه؟ المقام. تمام؟ انا دلوقتي عايز اعرف المسافه بتتناسب ايه مع السرعه والزمن يتناسب ايه مع السرعه. حلو. انا عندي اي حاجه في البسط تتناسب طرديا، الاتنين مع بعض فوق، الاتنين مع بعض ايه؟ فوق، بيزيدوا مع بعض او بيقلوا مع بعض. يبقى دايما البسط ينزيد مع بعض ينقل ايه؟ مع بعض، بينهم علاقات طرديه. المقام ده بيقول لك انا فوق وانت تحت مش هشوفك، بينا علاقه عكسيه، عمرنا ما هنتقابل، عمرنا ما هنتفق ولا هنتقابل ابدا. يعني لو ده زاد ده ايه؟ يقل. ده لو زاد ده ايه؟ يقل. خليها قاعده، اي حاجه في البسط فكلها طرديه، اي حاجه في المقام فكلها عكسيه. طب المعادله بتاعتي دي كلها بسط ولا فيها مقام؟ كلها بسط، يبقى كلها علاقات ايه؟ طرديه. كلها علاقات طرديه. تمام، يلا نكمل. هنا بيقول لي ان الوزن بيساوي الام في ايه؟ في عجله الايه؟ الجاذبيه. طيب هنا بيقول لي ما معنى ان طاقه وضع الجسم بتساوي صفر؟ يعني ايه الكلام ده؟ هنقول اي ان الجسم الموضوع على سطح الارض موضوعه الاصلي، موضوعه الايه؟ يعني ما اتحركش. يعني انا دلوقتي مثلا هعتبر ان دي الارض، تمام؟ انا القلم بتاعي محطوط كده، هو ده مكانه ما اتحركش، فهو كده ايه؟ طاقه الوضع بتاعته صفر. انا خدته حطيته هنا فوق دماغي، فهو كده اكتسب طاقه وضع. ليه؟ لانه قد بذل عليه شغل. قد بذل عليه ايه؟ شغل. هنا بقى طبعا هنحط القانون في ايه؟ في مثلث. فطاقة الوضع بتاعتي بتساوي وزن في الارتفاع. طاقة الوضع هتبقى فوق والوزن والارتفاع تحت جنب بعض. ليه؟ علشان نضرب. حلو قوي. هنا بيقول لي احسب طاقة وضع جسم كتلته 6 كيلو جرام يوجد على ارتفاع 3 متر. ملاحظ قال لي ايه؟ قال لي كتلة
قال لي ايه؟ قال لي كتله. يبقى هعمل ايه؟ هجيب الوزن الاول اللي هو ايه الوزن يعني؟ اللي هو 6×10، اللي هو الكتله في عجله الجاذبيه. يبقى انا هنا هستخدم الستة ولا هقول 60؟ هقول 6 في الارتفاع ولا هقول 60 في الارتفاع؟ هقول 60 في الارتفاع. احسب طاقة وضع جسم كتلته 6 كيلو جرام يوجد على ارتفاع 3 متر. أول حاجة هجيبها هجيب الوزن، هجيب الوزن. فهقول ام في جي في اتش 3×10⁶ بيساوي 180. تمام. هنا بيقول لي إن احنا هنعمل تكامل مع علم الكيمياء. ماشي. بيقول لي الطاقة الكيميائية، هيقول لك يعني تحولات الطاقة. أنا دلوقتي كلت، تمام؟ فالأكل بتاعي تحول صورة طاقة كيميائية في إيه؟ في جسمي. يبقى الطاقة الكيميائية الموجودة في الإيه؟ في الغذاء. أول ما هتخش جسمي وهي إيه؟ والوقود في طاقة الوضع مختزنة في إيه؟ في الروابط الكيميائية. يعني أنا دلوقتي هعتبر إن الأكل بتاعي ده البنزين بتاع العربية. البنزين بتاع الإيه؟ العربية. الطاقة الكيميائية اللي في الغذاء بتاعي بتديني إيه؟ باور. فأنا بعتبرها البنزين إيه؟ بتاعي. هيتم تحررها الى طاقه حركه عند حدوث تفاعل ايه؟ كيميائي. عند حدوث تفاعل كيميائي في ايه؟ في جسمي. وذلك دي تحولات الطاقه، تحولات الايه؟ الطاقه. طيب هنا بقى بيقول لي ماذا يحدث؟ هنا هنخش على جزء رياضي شويه، ولكن انا قلت لك اي حاجه في البسط تتناسب طرديا، اي حاجه في المقام تتناسب عكسيا. تعالى كده. بيقول لي اذا زاد وزن جسمه للضعف، الجسم بتاعي زاد للضعف، تمام؟ استنى كده، انا عايزه اكتب لك الايه. انا كانت البي اي بتاعتي بتساوي ايه؟ بتساوي الوزن في الارتفاع، تمام؟ انا كله هيزيد، كله هيزيد، كله هيقل، كله هيقل. عندي الوزن زاد للضعف، حلو، مع ثبات الارتفاع. الارتفاع بتاعي ثابت، فايه اللي هيحصل لطاقه الوضع؟ هتزيد للايه؟ للضعف. هتزيد للايه؟ للضعف بكل بساطه وسهوله. ده زاد للضعف فده كمان هيزيد للايه؟ للضعف. قال لك الارتفاع اتغير؟ لا ما اتغيرش. تعالى طيب نشوف تاني. بيقول لي اذا قلت المسافه الرأسيه التي يرتفعها الجسم، يبقى كده ايه اللي قل؟ كده الارتفاع بتاعي قل. قل ايه بقى؟ قل للايه؟ للنص. قل ايه؟ للنص مع ثبات الوزن. طيب انا كده الوزن عندي ثابت، عندي حاجه قلت اللي هو الايه؟ الارتفاع. قل للايه؟ قل للنص. طيب انا قلت لك ان كله علاقه طرديه، يا نزيد كلنا يا نقل كلنا. فانا عندي الارتفاع قل للنص. ايه اللي هيحصل؟ طاقه الوضع بتاعتي تقل للنص. تمام. هنا بقى بيقول لي إذا زاد وزن الجسم للضعف. تعالى نكتب برضو المعادلة. البي إي بتساوي دبليو في اتش. طيب قال لي دلوقتي الوزن بتاعي زاد ل2. حلو، زادت إيه؟ زاد للضعف، وأقل ارتفاعه عن سطح الأرض للنص. قل للإيه؟ للنص. طيب فإيه اللي هيحصل لطاقة الوضع بتاعتي؟ طيب بص، دلوقتي انا هعتبر ان طاقه الوضع بتاعتي دي ب1، تمام؟ تعالى كده، تعالى. هما دول مسألتين في مسألة، مش مسألة واحدة. البي اي بتساوي ايه؟ دبليو في الاتش. جميل الكلام، جميل الكلام. قلنا ان اي حاجة هتزيد كله ايه؟ هيزيد. طيب انا قال ان دي زادت لايه؟ زادت الضعف، زادت 2. طيب فهقوم اعمل ايه؟ دي كده خلاص ايه؟ كمان هتزيد ل2. يعني هعتبر ان دي كده المعامل بتاعها 1، تمام؟ فكده دي كمان بقت بتساوي كام؟ 2. طيب قال لي ان دي قلت للنص. طيب بما ان الارتفاع قل للنص، فايه اللي هيحصل؟ طاقة الوضع بتاعتي هتقل للنص. فايه اللي هيحصل؟ الاتنين بتاعتي ترجع تقل للنص 1. هل حصل تغير؟ ولا اي حاجة اتغيرت. الايه؟ الزيادة عملت ايه؟ لاشت النقصان. الزيادة لاشت النقصان، ولذلك في الاخر طاقة الوضع بتاعتي بتساوي 1. طاقة الوضع بتاعتي ثابتة ما اتغيرتش. تعالى نكمل. تمام. هنخش بقى دلوقتي على ايه؟ هنخش دلوقتي على الطاقه الميكانيكيه والطاقه الحركيه. هل في حاجه صعبه في طاقه الوضع؟ يبقى انا عرفت ان طاقه الوضع هي الطاقه المختزنه داخل جسم ايه؟ حدث له ازاحه. انما امتى تبقى بصفر؟ لو هو اصلا الارض موضعه الاصلي، تمام؟ وعرفنا انها بتتاثر بالوزن والارتفاع وكلهم علاقات طرديه. وده كل اللي ايه؟ اللي حصل في الايه؟ في الدرس بتاعنا، يعني اللي هو كان تاني درس. هنخش على اخر حاجه في المراجعه بتاعتنا، وهي الطاقه الميكانيكيه وطاقه الحركه. كده احنا خلصنا طاقه الوضع. هنخش بقى دلوقتي على ايه؟ على طاقه الحركه، وبعدين هناخد الطاقه الميكانيكيه، القانون اللي بيجمع لنا بين طاقه الوضع
وطاقه الحركه. طيب ايه هي طاقه الحركه؟ من اسمها جسم ايه بيحصل له حركه، من اسمها جسم بيحصل له ايه حركه. هنا بقى بيقول لي ايه؟ بيقول لي لو انا عندي رفعت الكتاب للرف، انا رفعته خلاص، ايه حطيته بقى اخيرا على المكتب ووصلت، تمام، فان الشغل المبذول على الكتاب هيختزن في صوره طاقه ايه الوضع. تمام، حلو قوي، دي اللي احنا لسه قايلينها. وعند ترك الكتاب يسقط، قلت لك اول ما هسيبه يقع طاقه الوضع تتحول لطاقه الحركه، طاقه الوضع تتحول لطاقه الايه الحركه، فان الشغل المختزن في الكتاب يتحرر في صوره طاقه يكتسبها الجسم نتيجه ايه حركته، وتعرف بالطاقه الحركيه، وتعرف بالطاقه الايه الحركيه. طيب ايه هي بقى طاقه الحركه؟ الطاقه التي يكتسبها الايه الجسم نتيجه حركته، اللي هو الشغل المبذول اثناء تحريك الايه الجسم، وتقدر طاقه الحركه بوحده الايه بوحده الجول بتاعي. جميل قوي. ما معنى ان طاقه الحركه بتساوي 50؟ هقول نفس اللي انا قلته في طاقه الوضع، اي ان الطاقه التي يكتسبها الجسم نتيجه حركته بتساوي كام؟ 50. نتيجه حركته بتساوي ايه؟ 50. قلت لك اي طاقه بتقدر بوحده الجول، طاقه وضع بقى، طاقه حركه، طاقه عفريت ازرق، بيساوي الايه الجول. عندي شويه عوامل بتاثر على طاقه الحركه، تمام، ايه هما بقى؟ احنا كان طاقه الوضع بنأثر بايه؟ بالوزن والارتفاع. طيب طاقه الحركه هنأثر بايه؟ بالكتله والسرعه، بالكتله والسرعه، هنأثر بالكتله والسرعه. طيب عندما كتلة الجسم دي بتزداد، يزداد كتلة الجسم، ايه اللي هيحصل بقى؟ ولذلك هتزداد طاقة الحركة. كلهم تعالى كده اكتب لك القانون من اولها. الكي اي بتاعتي بتساوي نص، الكي اي بتاعتي بتساوي نص ام في تربيع. برضو كلهم بينهم علاقة طردية، لان كلهم ايه في البسط، لان كلهم في الايه في البسط. بتأثر بالكتلة وبتأثر بالسرعة، كلما تزداد الكتلة كلما يزداد طاقة الحركة، كلما تزداد السرعة كلما تزداد طاقة الحركة. تمام، صوتي روح خلاص، يا رب يجيب فايدة، يا رب يا رب. هنا بقى هبدأ اوطي صوتي بقى شوية عشان تعبت بصراحة، تعبت وصدعت من صوتي. انتوا متخيلين انا وصلت لايه؟ لدرجة اللي انا صدعت من صوتي. كله فداكم، كله لاجلكم. يكشي كده، يكشي نعمل سبسكرايب وكومنت ولايك ونعمل شير لاصحابنا عشان يستفادوا زينا، ما تبقوش انانيين. يا رب يا رب نعمل كده. يلا نكمل، يلا عشان انا خلاص دماغي صدعت، عايزه اخلص. هنا بقى بنقول لنا ايه؟ بيقول لنا ان طاقه الحركه، بس طبعا كله فداكو، يعني ده ما ينكرش، ما ننكرش فداكو. يعني ايه يعني ايه صدعت؟ يعني ايه جعانه؟ يعني ايه عايزه اشرب قهوه مش عارفه؟ يعني ايه يعني ايه بنصور في وقت زي دوت وانا لسه ما روحتش؟ يعني عادي والله، عادي. ويجي يقول لك يا ميس انت بتعملي ايه اصلا؟ مش عادي، هو كده يا ابني، هي كده الحياه. انا حاسه ان انا جات لي طاقه احباط دلوقتي. يلا نكمل، يلا بس عشان ايه الحقكم ونخلص قبل ما طاقه عدم الشغف دي تجي لي. يلا بسم الله هنكمل. هنا انا دلوقتي قلت لك ان انا عندي طاقه الحركه بتاثر بحاجتين، سرعه وكتله، تمام. انما التاني كان وزن، طاقه الوضع وزن، هنا طاقه الحركه ايه كتله، طاقه الحركه ايه كتله. ما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه في الكومنتات، ما تنسوش اي دعوه بقى تيجي في بالكم، ما تنسوش تدعوا لي دعوه حلوه، تمام. وعلى فكره هتلاقي الحل على الكلام اللي احنا بنقوله ده في فيديوهين على القناه، تمام. نازل لك على ايه فيديوهين، يا ريت تشوفهم، يعني يا ريت تتعب نفسك وتشوفهم زي ما انا تعبت نفسي وصورتهم، لو سمحت استسمحك بليز، تمام. يلا نكمل. يبقى انا عندي هنا الكتله، بيقول لي يزداد تاثير القوه، هنا بيدلق كميه ايه كور من ايه من جردل، فاكبر واحده او اكثر كتله فهي ايه طاقه حركتها ايه اكبر، طاقه حركتها ايه اكبر. عندي متغير مستقل وضابط وتابع، انا دلوقتي المتغير المستقل بتاعي بغير في كتل الكور، طيب والضابط اللي هو ارتفاع المستوى المائي اللي هو ايه عامل كده اللي هو ده، تمام. وبعدين المتغير التابع بتاعي المسافه التي يتحركها الدالو نتيجه طاقه الايه الحركه. طيب زياده كتله الجسم المتحرك تؤدي الى زياده طاقه الحركه، والعكس صحيح، يعني بينهم علاقه طرديه. وكذلك سرعه الجسم، انا اساسا كل ما
المنحدر بتاعي كل لما بيزيد ارتفاع كل لما الايه السرعه بتاعتي بتزيد. هنا يزداد تاثير القوه على الداله الفارغ، المسافه التي هتحركها الداله بزياده الارتفاع المستوى ايه المائل اللي هي سرعه الكوره. يعني كل لما المستوى يبقى مايل كده اكتر كل لما الحاجه ايه هتنزل اسرع، كل لما الحاجه تنزل ايه اسرع. فهنا المتغير المستقل بتاعي كان ايه؟ كان ارتفاع المستوى. طيب والضابط كانت كتله الكوره، والمتغير المسافه التي يتحركها ايه الداله. طيب زياده سرعه الجسم تؤدي الى زياده طاقه الحركه، تؤدي الى زياده طاقه الايه الحركه. يبقى انا عندي بتتاثر بحاجتين، كتله وسرعه، والاثنين يزيدوا طاقه الحركه تزيد، الاثنين يقلوا طاقه الحركه تقل. هنا بيقول لي الاجسام المتحركه تمتلك طاقه الحركه يتوقف مقدارها على عاملين وهما الكتله وهما السرعه. كتله ام ووحده قياسها كيلو جرام، سرعه في ووحده قياسها متر لكل ثانيه. ويتم تعيين الحركه لاي جسم متحرك من خلال العلاقه دي، ان طاقه الحركه الكي اي نص الكتله اللي هي نص ام في مربع السرعه اللي هي الفي تربيع. ما معنى ان طاقه الحركه بتساوي صفر؟ اي ان الجسم في حاله سكون انا واقفه طاقه حركتي بكام؟ بصفر، ولكن انا مختزنه جوايا طاقه وضع هتطلع اول ما اتحرك. تمام. ويمكن تعيين كل تعالى بقى نحط ايه؟ هنحطه في المثلث، طاقه الحركه في ايه فوق ونص الكتله تحت ومربع السرعه ايه تحت عشان يبقوا جنب بعض فنضربهم. بيقول لي احسب طاقه الحركه الكره معدنيه كتلتها 2 كيلو جرام تتحرك بسرعه مقدارها 3 متر لكل ثانيه. فهجيبها ازاي؟ هقول النص، ما تنساش النص وما تنساش التربيع بتاع الفي، نص 2 في 3 ايه تربيع هيطلع 9 جول. طيب هنا بيقول لي ماذا يحدث عند مع التفسير تتحرك سيارتين A و B لهم نفس الكتلة بسرعتين مختلفين، نفس الكتلة سرعتين مختلفين. طبيعي السرعة العربية اللي تتحرك أسرع هي اللي طاقة حركتها أكبر. طيب تحرك سيارة A وشاحنة C بنفس السرعة، هنا جايبهم لي. هنا اهو هلاقي إن السيارة A اللي هي دي شغل اكبر من السياره بي رغم تساوي كتلتهم. ليه؟ لان سرعتها 80 كيلومتر لكل ساعه وهنا 60. مين اكبر سرعه؟ الاي. يبقى انا دلوقتي بصيت ان انا لقيت الاي هنا عندي الاثنين نفس الايه نفس الكتله، ولكن دي سرعتها ماشيه على 80 وهنا ماشيه على 60. يبقى مين سرعته اكبر؟ ال 80. يبقى مين هيقطع مسافه اكبر؟ ال 80. يبقى مين هيبذل طاقه حركه اكبر؟ ال 80. لكن تعالى كده قارن بين ان انا عندي العربيه الاي والعربيه السي، الاثنين بيتحركوا بسرعه 80 ولكن مين اكبر؟ الشاحنه اكبر. الشاحنه ايه اكبر، ولذلك هي اللي هتبذل طاقه حركه اكبر لان الكتله بتاعتها اكبر. تمام. هنا بيقول لي زي ما عملنا في طاقه الوضع، انا قلت لك ان كلهم بايه مع بعض طرديه، ولكن خلي بالك هنا هيبقى فيه شويه تريكات. طب ليه يا ميس؟ علشان انا عندي السرعه متربعه. السرعه ايه متربعه؟ تعالى هنشوف ازاي. بيقول لي اذا قلت كتله جسم متحرك للنص مع ثبوت السرعه ايه اللي هيحصل؟ زي ما اخدنا في طاقه الوضع من شويه، انا اصلا او طاقه الحركه اهو نص ام في تربيع دي كي اي. طيب الكتله زادت للضعف، ايه اللي حصل؟ طاقة الحركة هتزيد للضعف. هو في ايه؟ طاقة الحركة هتزيد للايه؟ للضعف. تمام؟ حلو. هنا على فكرة يعني هو اللي انا بشرحه لك، بس هنا جايب لك ايه؟ رقم وبيقول لك انها وليكن كده زادت. يعني انا مثلا عندي كانت ايه 5 كيلو جرام وهنا ايه 5 كيلو جرام وهنا كانت 10 وهنا كانت 10. فايه اللي حصل لما هتقل او هتزيد فبقت كام وكده يعني. اهم حاجه عندي دلوقتي الفكره، اهم حاجه عندي الفكره. طب ليه اهم حاجه عندي الفكره؟ لان احنا كده كده هنحل. انا دلوقتي طاقه هنا قال لي تقل، انا اسفه هنا عملتها تزداد. هنا كده لو دي زادت للضعف دي هتزيد للضعف. طيب لو هنا برضو قلت للنصف ايه اللي هيحصل؟ هتقل برضو طاقه الحركه للايه؟ للنص. يبقى لو زادت للضعف هتزيد معاها للضعف، لو قلت للنص هتقل هي كمان للايه؟ للنص. هنا بقى بيقول لي تعالى نكتب القانون تاني، نص ام في تربيع. تمام. هنا بقى بيقول لي ايه؟ ان انا زودت السرعه للضعف، دي كده زادت للضعف. هي اصلا متربعه 2 في 2 بكام؟ ب4. يبقى انا عندي طاقه الحركه هتزيد ايه؟
4 امثال. طاقة الحركة هتزيد ايه؟ 4 امثال. ليه؟ لان انا عندي الفي متربعة، عندي الفي ايه؟ متربعة، فطاقة الحركة بتاعتي هتزيد 4 امثال. هضرب الاتنين في الاتنين هتبقى 4، فهتزيد 4 امثال. طيب اذا قلت كتلة الجسم، الكتلة بتاعتي قلت. تعالى نكتبها تاني برضو. انا بحب اكتب القانون دايما عشان حتى لو انت مش حافظه عقبال ما تخلص الحصة تبقى حفظته. تمام. بيقول لي لو الكتلة بتاعتي قلت للنص، بقت ايه؟ قلت للنص. طيب ايه اللي هيحصل؟ دي هتقل للنص. حلو. طيب بعدين وزادت سرعته للضعف. زادت سرعته للايه؟ للضعف. يعني دي كده زادت الضعف، يعني دي المفروض تزيد 4 امثال، تزيد 4 امثال، فدي ترجع تاني تبقى ايه؟ تبقى ايه؟ هتزيد للضعف بس هتبقى 2. هتبقى ايه؟ 2. فهي كده زادت للضعف فقط. للضعف ايه فقط؟ تعالى كده، تعالى هعملها لك تاني، نعملها لك هنا احسن. كي اي بتساوي نص ام في تربيع. حلو كده، عسل قوي يا ميس. تمام. هعتبر ان دي دلوقتي بكام؟ ب1 عشان مفيش جنبها اي حاجه. تمام. ودي ب1 ودي ب1. حلو قوي. طيب انا دي قلت ايه؟ للنص. خلاص انا كمان هقل معاكي للنص يا ستي، ولا تزعلي نفسك. حلو جميل. طيب قال لي دي زادت ايه؟ للضعف، يعني زادت 4. يعني دي هتزيد كام؟ هتزيد 4 امثال. هتزيد 4 ايه؟ امثال. اضرب 4 في نص هيبقى 2. يبقى انا عندي الناتج النهائي بتاعي كام؟ 2. طيب كانت 1 وبقت 2، يبقى زادت للايه؟ للنص. زادت للايه؟ للنص. زادت للايه؟ للنص. اتمنى تبقى سهله دي برضو المسألتين. طيب هنا بيقول لي اذا قلت كتلة جسم متحرك للربع وزادت سرعته للضعف، هلاقيها ايه؟ هلاقيها ثابته. هلاقيها ايه؟ ثابته. نفس الفكره، نفس الايه؟ الفكره. النقصان يا جدعان بيلاشي الزياده، ففي الاخر بتبقى ايه؟ ثابته. في الاخر بتبقى ايه؟ ثابته. عندي بقى هجيب حاجه تربط بين طاقة الوضع وطاقة الحركة، وهسميها ايه؟ هسميها الطاقة الميكانيكية. هسميها الطاقة الايه؟ الميكانيكية. هنا بيقول لي عندي تتحرك كرة البندول يمينا ويسارا حول الموضع ايه؟ بص فكك دلوقتي من الكلام المكتوب الكتير ده. تعالى بلا كلام، بلا ملازم، بلا. تعالى بس. انا ده عندي كده، ايه اللي انا بعمله ده؟ بجد ايه اللي انا بعمله ده؟ تمام. حلو قوي. جميل جميل. ده بسميه موضع الاتزان او موضع الايه؟ السكون. حلو. حلو قوي. طيب انا دلوقتي عندي موضع الاتزان او موضع السكون. انا دلوقتي معايا بندول اهو، بحركه كده وكده. استنى كده، مش راضي يجي كده. كده وكده، كده وكده، كده وكده. طيب انا عندي بيقول لي عند موضع الاتزان الجسم بيبقى في اقصى سرعه ليه. اهو. ليه بقى؟ هقول لك مثلا انت كده اركب مرجحه. تمام. اركب ايه؟ مرجحه. هتلاقي انك في النص بتبقى المرجحه سريعه جدا وبتطلع كده فوق. بتستنى ثانيه وتقوم راجعه ايه؟ نازله تاني. تبقى كده هي كده وقفت فوق اهي. الثانيه نزلت طلعت تاني هنا لفوق. هل هنا وقفت؟ لا، هي طلعت تاني لايه؟ طلعت تاني الناحيه التانيه لفوق. طلعت تاني الناحيه التانيه لايه؟ لفوق. يبقى انا عندي موضع الاتزان هو عنده اقصى سرعه. اقصى ايه؟ سرعه. اقصى سرعه. يبقى انا عندي موضع الاتزان بصوا هي دي المفروض بتمسح. ايه ده؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه يا ولاد؟ اعوذ بك من الخبث والخبائث. ايه ده؟
محدش راضي عن الحصه دي ولا ايه؟ بجد يعني انا حصه بصورها وانا مصدعه ومش قادره ويحصل فيها كده. والله عيب اللي انتوا بتعملوه معايا ده، عيب. ايه ده ايه ده؟ اهو يا معلم، هقول اللي انا عندي موضع الاتزان من الاخر. ده كده ملخص البندول بتاعي. موضع الاتزان طيب من حيث حاجتين: طاقة الوضع بتساوي طاقة الحركة بتساوي. عند موضع الاتزان طاقة الوضع بصفر وطاقة الحركة أكبر ما يمكن. طيب هنا عندي عند أقصى ارتفاع هنقارن من حيث حاجتين: طاقة الوضع بتساوي وطاقة الحركة. ايه هو يا ميس أقصى ارتفاع؟ اللي هما دول، استنى، اللي هما دول كده عند أقصى ارتفاع، دول كده عند أقصى ارتفاع. طاقة الوضع بتاعتي أكبر ما يمكن. طاقة الحركة صفر، طاقة الحركة بتاعتي بصفر، يبقى عند أقصى ارتفاع طاقة الحركة بصفر، عند موضع الاتزان طاقة الحركة بتاعتي أكبر ما يمكن. ده من الآخر كده ملخص البندول. تعالى نقراه، احنا كده شرحناه، تعالى نقراه عشان ما تقولش ان انا سبت لك حاجة. هنا بيقول لي تتحرك كرة البندول يمينا ويسارا حول الموضع اللي هو موضع الاتزان أو موضع الأصلي أو موضع السكون، تقل سرعتها كلما ابتعدت عن الموضع يبقى انا عندي كل ما ببتعد عن موضع الاتزان بتاعي سرعتي بتقل، بتقل، ببدا افقد طاقه الحركه واكتسب طاقه وضع. تمام، حتى تصل الى الزيرو اللي هو عند اقصى ارتفاع، تكون سرعتها اكبر ما يمكن بالموضع اللي هو موضع الاتزان. طيب عند جذب الكرة من موضعها الأصلي إلى الموضع B هيختزن الشغل المبذول في صورة طاقة وضع، لأني قلت لك أنا كل ما ببعد عن موضع الاتزان بفقد طاقة حركة واكتسب طاقة وضع. طيب وأنا راجع تاني بقى عند الاتزان أو عند موضع السكون أو عند الموضع الأصلي بعمل إيه؟ ببدأ أفقد طاقة الوضع واكتسب طاقة حركة. حلو كده؟ عسل قوي. هو ده الجزء يعني، ماشي؟ حلو قوي. وده نفس الجزء اللي انا قلت لك عليه، نفس الجزء اللي انا قلت لك عليه، نفس الجزء بيشرح نفس الجزء. طيب يبقى تاني هنشرحها هنا على اخر مره. طيب انا قلت لك اللي انا عندي موضع الاتزان او موضع الاصلي او موضع السكون عنده طاقه الوضع بصفر، طاقة الحركة أكبر ما يمكن. أنا بقى خدت الكورة بمشيها كده أو بمشيها كده وهم رايحين الناحية التانية بيبدأ يعملوا يبدأوا يفقدوا طاقة الحركة ويكتسبوا طاقة الوضع، ولما بيوصلوا بتبقى طاقة الوضع أكبر ما يمكن وطاقة الحركة وطاقة الحركة صفر. طيب هم راجعين لموضع الاتزان، تمام، اللي هيحصل يبدأ يفقدوا طاقة الوضع ويكتسبوا طاقة حركة، ولما يوصلوا يبقى طاقة الحركة أكبر ما يمكن. طيب هلاحظ بقى ان مجموع طاقتي الوضع والحركه لجسم عند اي موضع اثناء حركته بيساوي مقدار ثابت، وهو الطاقه الميكانيكيه، الميكانيكيه اللي هي الام اي اللي هو طاقه الحركه زائد طاقه الوضع. ما معنى الطاقه الميكانيكيه لجسم متحرك بتساوي 100؟ اي ان مجموع طاقه الوضع وطاقه الحركه لهذا الجسم بيساوي 100. طيب ايه هي الطاقه الميكانيكيه؟ مجموع طاقتي الوضع والحركه. تخيل كده بقول لك مجموع طاقتي الوضع والحركه، يبقى الطاقه الميكانيكيه طاقه الوضع زائد طاقه الحركه ام اي تساوي بي اي زائد كي اي. طيب هنا بقى بيقول لي ان انا ده برضو رغي عشان الخصه لك كده. عند اقصى ارتفاع لما اجي اقول لك هات لي الطاقه الميكانيكيه عند اقصى ارتفاع، فانا وانا مغمض ان طاقه الحركه بتاعتي بصفر، الكي اي بصفر، بصفر. يبقى ايه اللي هيحصل؟ طاقه الوضع بتاعتي بتساوي الطاقه الميكانيكيه، هات لي طاقه الوضع
هات لي الطاقه الميكانيكيه عند اقصى ارتفاع. طيب الميس قالت لي عند اقصى ارتفاع، فانا عندي دلوقتي طاقه الحركه بصفر. طيب هو انا اصلا عندي الطاقه الميكانيكيه ايه؟ طاقه الحركه زائد طاقه الوضع، يعني هيطلع لي ايه؟ ان طاقه الوضع بتساوي طاقه الحركه. طيب هات لي الطاقة الميكانيكية عند الموضع الأصلي أو عند موضع الاتزان أو عند موضع السكون. الميس قالت لي وقتها إن طاقة الوضع بتاعتي بصفر وطاقة الحركة أكبر ما يمكن. يبقى دلوقتي إيه اللي هيحصل؟ الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الحركة، الطاقة الميكانيكية بتساوي طاقة الحركة. طيب لو الميس قالت لي إن هما في النص، هاتهم إيه؟ في النص، يعني هي ولا عند موضع الاتزان ولا عند أقصى إزاحة، فإيه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل هجمعهم بقى، هجمعهم، او هقول ان الام اي بتساوي 2 كي اي بتساوي 2 بي اي. تمام؟ اتمنى تبقى سهله واتفهمت. طيب اي ان الطاقه الميكانيكيه للجسم ام اي بتساوي طاقه الوضع الجسم عند ايه؟ عند الارتفاع بتساوي طاقه حركه الجسم لحظه وصوله الى الموضع الاصلي او سطح الايه؟ الارض. رغم زيادة طاقة الوضع الجسم يتحرك رأسيا لأعلى، إلا أن طاقته الميكانيكية بتفضل ثابتة. ليه؟ لأن الزيادة في طاقة الوضع في أثناء حركته يترتب عليها إيه؟ نقص في طاقة الحركة، نقص في طاقة الإيه؟ الحركة، فاللي بيصبح عندي إن الطاقة الميكانيكية بتاعتي بتفضل إيه؟ ثابتة. بيقول لي آخد بالي عند قذف جسم رأسي لأعلى، تمام؟ تزداد طاقة الوضع وتقل طاقة الحركة، وتكون الطاقة الميكانيكية للجسم بتساوي طاقة الإيه؟ الوضع لحظة إيه؟ قذفه لأعلى. طيب هنا بيقول لي من الآخر اللي أنا لما أجي أشيل حاجة، مش عارفة هعملها لكم إزاي قدام الكاميرا، لما أجي أشيل حاجة ما أشيلهاش كده. أشيلها إزاي يعني؟ أنزل على ركبي وأشيلها وأطلع. ليه؟ علشان ما يحصليش أو يجيلي غضروف. يعني إيه غضروف؟ إن أنا عندي غضروف في العمود الفقري يطلع من مكانه. يطلع من ايه؟ من مكانه. والحركه ان انت توطي كده وتجيب حاجه تقيله من تحت، فانت بتعمل ايه؟ بتاثر على ظهرك، بتاثر على فقرات ظهرك ايه؟ بالكتله اللي انت بتبقى شايلها كلها كده على ظهرك. فايه اللي بيحصل؟ ممكن يجيلك الغضروف بعد الشر. انما الصح ان انت ايه؟ تنزل كده على ركبك وتشيلها وايه؟ وتطلع. تمام. طيب عندي تاني حاجه اللي هي توليد الكهرباء في السد العالي. قال لي ان السد العالي دوت طبعا اهم مشروع اتعمل في اسوان. طيب انا ايه اساسا يعني ايه علاقته بطاقه الوضع وطاقه الحركه؟ بيقول لي ان طاقه الوضع في الميه اللي بتبقى محبوسه جوه السد العالي او خلف السد العالي بتبدا يحصل لها ايه؟ بيبدا تتحول الى طاقه حركه عند اندفاعها لايه؟ لاسفل. وتسبب هذه الطاقه الحركه للماء ايه؟ في اداره التوربينات، ودي اللي انا اساسا ممكن اقدر اولد منها الايه؟ الكهرباء بتاعتي. عندي كرة الهدم، ودي آخر حاجة معانا في حصة النهاردة. إيه هي كرة الهدم دي؟ هي كرة كبيرة قوي كده بتبدأ إن هي تفضل إيه؟ ساكنة في مكانها ويبقى عندها طاقة وضع كبيرة جدا جدا جدا. ولما أجي أهد بيوت بهدها إيه؟ بيها، فكل طاقة الوضع اللي جواها تبدأ تتحول لطاقة الإيه؟ الحركة. تستخدم كرة الهدم في هدم المباني القديمة نتيجة تحول طاقة الوضع المختزنة في الكرة الثقيلة المعلقة على ارتفاع عند تحريرها الى طاقه حركه. تنتقل هذه الطاقه الى المبنى اللي انا اصطدم في الكوره. من الاخر بتبقى كوره كبيره قوي، وطبعا كل ما الكوره بتبقى كبيره كل ما طاقه الوضع المختزنه فيها بتبقى اكبر. فاول ما بسيبها البيت ايه؟ بيتهد. نفس كده. سنه اولى خلصنا حصه النهارده. اتمنى تبقى استفدت من الحصه. اتمنى ما بقاش سبت حاجه ما قلتهاش. اتمنى ان انت تبقى خارج فاهم كل بوينت في الوحده. طبعا عايزاك تطبق عليهم وترجع تشوف فيديوهات الحل. اتمنى كده انت معاك مني مراجعه الوحده الاولى، مراجعه الوحده الثانيه، انتظر مني باقي المراجعات. طبعا ما تنساش تعمل لي بقى سبسكرايب وكومنت للزوز ولايك وشير لاصحابك للفيديو. اشوفكم على خير يا سنه اولى. وقولوا لي حابين نعمل ايه الفتره الجايه في الكومنتات. قولوا لي حابين نشرح، حابين نحل، حابين ان احنا مثلا نعمل فيديوهات قصيره على جزء معين في المنهج. لو عندك اي مشكله في الدراسه، طريقه المذاكره، في الماده، اي حاجه، اي مواد تانية، تقدر ان انت تقولها لي في الكومنتات. وانا حرفيا اللي برد على الكومنتات وانا اللي بشوفها بجد بكل امانه. انا اللي بشوفها وانا اللي برد. فاي مشكله انت هتقولها لي، اي حاجه انت عايزني اعملها، فتلاقيني ان انا برد عليك. حابين مثلا
نحل امتحان مثلا على الوحده الاولى والثانيه، حابين نعمل ايه الفتره الجايه يعني شايفينه ناقصكم. يعني انا ما اعرفش انتوا دلوقتي هل ناقصكم شرح، ناقصكم حل، ناقصكم، انا كده كده هعمل معاكم الاثنين، ناقصكم اللي احنا اساسا نطلع نشوف ايه المشاكل اللي عندكم ونحلها، ما عنديش مشكله. قول لي اي حاجه انت عايزها في الكومنتات وانا هرد عليك بنفسي. اتمنى تبقى اتبسطت بالحصه. اشوفكم على خير باذن الله الفيديو اللي جاي. باي باي.